تشاهدون الآن برنامج السهم مع الدكتور مظهر شاهين. هذا البرنامج برعاية ترومان. أجهزة ترومان التكنولوجيا الألمانية. ترومان قمة الإتقان. ريسيفر ترومان، تكييف ترومان، LCD ترومان، غسالة، شفاط، مايكروويف ترومان، TV، غلاية، مكواة، خلاط ترومان قمة الإتقان. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات، مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا بكم أحباء المشاهدين، وهذا اللقاء الثاني من برنامج السهم. النهاردة معنا فقرات كتيرة جدا ومهمة جدا بتهم حضراتكم، والحقيقة إنها فقرات ربما تكون يعني جديدة على حضراتكم في شاشات عربية. النهاردة حوار راقي جدا مع الدكتور أحمد جويلي، ومعانا فقرات في أماكن كتيرة في مصر نتكلم عن قضية مهمة جدا جدا. عاوز أكد في برضو في أول حلقتي إن احنا مش ضد حد ولا بنهاجم حد لمصلحة حد. احنا هدفنا الأول والأخير مصر، هدفنا الأول والأخير حضراتكم. احنا برنامجنا بيحاول يقضي على السلبيات ويكتر ويكبر ويأيد ويساند ويدعم الإيجابيات. علشان كده يمكن لما بتقابلنا سلبية بندوس عليها شوية، مش لغرض ان احنا نفضح مصر ولا ان احنا نبين عورات المجتمع، انما الغرض الاساسي من برنامجنا ان احنا نحاول نزيل السلبيات، نقضي على السلبيات ونكتر من الايجابيات. برنامجنا السهم هيكون معاكم في اماكن كتيرة جدا، ممكن تلاقيني معاك في بيتك او في قريتك او في يعني اي مكان انت موجود فيه، علشان خاطر احاول معاكم مع المسؤولين مع الناس اللي بيشاهدونا ان احنا نحل ولو بعض المشكلات. تعالوا نروح لفاصل قصير ونبدأ معاكم اول فقرتنا. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان أول نقطة النهاردة مع حضراتكم المسألة أو المشكلة اللي أثيرت مؤخرا بين المسلمين والمسيحيين في مصر. وإحنا كتير أكدنا على إننا يا جماعة بلد واحدة وأرض واحدة ونيل واحد وشعب واحد من 1400 سنة وأكتر من كده شوية. علشان كده لما بتحصل فرقعة بين المسلمين والمسيحيين بنحاول إن إحنا نتكلم في الموضوع بمصداقية من غير ما ننساق وراء الأصوات اللي ربما يكون الغرض منها زعزعة أو بلبلة الاستقرار في مصر. مش عاوزين مصر تبقى عراق تانية ولا تبقى سودان تانية ولا تبقى أفغانستان تانية. الحاجة اللي عاوز أكد عليها جدا موقف الأزهر الشريف المشرف، الأزهر الشريف الذي أصدر بيانا أصدره علماء الأزهر من خلال مجمع البحوث الإسلامية، وهو بيان الحقيقة شديد اللهجة، يبين أن الأزهر قيمة وقامة، وأن الأزهر الشريف هو حامي السنة في مصر وفي العالم كله. بيان ربما أسعدني أنا شخصيا لأن نبين أن الأزهر الشريف حينما يزأر تقشعر الأبدان وترتجف القلوب. أهم ما جاء في بيان الأزهر الشريف أنه أكد على حقيقة أن مصر إسلامية بنص دستورها الذي يمثل العقد الاجتماعي بين أهلها. ومن هنا كما قال الأزهر، ومن هنا فإن حقوق المواطنة التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده لنصارى نجران، والذي قرر فيه أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، هذه الحقوق مشروطة
باحترام الهوية الإسلامية وحقوق المواطنة التي نص عليها الدستور. وأكمل الأزهر في بيانه قائلا إن العقائد الدينية للمصريين كلها خط أحمر لا يجوز المساس به من قريب أو من بعيد. وأنا مع البيان ده لي الحقيقة 5 تعليقات سريعة. الأول، أهمية هذا البيان الصادر عن مؤسسة دينية عريقة حامية السنة في العالم كله. 2، علينا أن ننزل أو علينا أن نترك الكبار من أهل التخصص للرد على مثل هذه الأمور. مش أي حد يتكلم، مش أي حد معه ورقة وقلم أو ميكروفون يتكلم في هذه القضايا المصيرية، هذه القضايا الأممية. الكبار فقط هم الذين يتكلمون من العلماء أو من القادة. 3، علينا أن نضع في اعتبارنا ونحن نناقش مثل هذه القضايا مصالح الوطن العليا. علينا أن نضع في اعتبارنا ونحن نناقش مثل هذه القضايا المصالح العليا للوطن. 4، كان أولى بالكنيسة المصرية وبقداسة البابا شنودة إنه يحاسب من أطلق هذه التصريحات المغرضة والتي أوضعت الكنيسة في حرج شديد. كان أولى إنهم يحاسبوا الذي صرح بهذه التصريحات بدل من إنهم يحاسبوا من رد على هذه التصريحات. نمرة 5 والأخيرة، أن هذه التصريحات أقل ما توصف به أنها غير مسؤولة وبعيدة تماما عن ما يجب أن نتحلى به كمصريين في وطن واحد. يا جماعة، الأزهر قام بدوره والكنيسة اعتذرت، فنرجو أن احنا نضع الأمور في نصابها. المسألة الثانية المهمة جدا، المسلسل اللي النهاردة شاغل بال العالم كله، العالم الإسلامي كله، وهو مسلسل يوسف الصديق اللي فيه شخص بيجسد سيدنا يوسف عليه السلام. والمسلسل تقريبا بنفس القصة اللي وردت في القرآن الكريم. مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب والشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أصدروا فتوى جاء فيها أن المجمع يرفض عرض مسلسل يوسف الصديق الذي يتم فيه تجسيد شخصية سيدنا يوسف عليه السلام اعتمادا على قرار سابق للمجمع بعدم جواز تجسيد الأنبياء والرسل والعشر المبشرين بالجنة في الأعمال الفنية. رغم أنه هو قرار جميل من الأزهر ويشكر عليه، إلا أن شايف أن يجب زي ما قلنا الأزهر من شوية كان دوره مشرف جدا في القضية اللي كانت بين المسلمين والمسيحيين. أنا بقول الأزهر يجب مش بس يصدر فتوى يحرم، يجب أن يتدخل لمنع بث أو إذاعة هذا المسلسل من على أرض مصرية أو من قناة تبث على أرض مصرية. مش بس يشجب أو يندد أو يحرم. أنا بأناشد الأزهر إن هو يقوم بدوره بمنع. هيبثوه من دولة تانية مش مشكلة، والناس هتشوفه من دولة تانية برضه مش مشكلة، لكن كونه يبث من على أرض مصر أو من على مكان موجود في مصر أو من على قمر مصري، هي ديت المشكلة. لأن الكلام ده معناه ان احنا مقرين بهذا او ان احنا ضعفاء مش عارفين نقف قدام هذا الموضوع. وانا اخشى ما اخشاه انها تكون خطوة اولى، بعد كده نلاقي في مسلسل بيجسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دول اهم نقطتين حبيت اتكلم فيهم النهارده مع حضراتكم في نقاط فوق الحروف. نرجع الاستوديو تاني بعد فاصل قصير، خليكم معنا. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين.